اكبر ظلم لاي طفل انه يجي في وقت ابوه وامه مش جاهزين او مش ناضجين كفايه او مش قادرين ماديا ان هم يلبوا طلباته او احتياجاته الاساسيه. من سن 40 بقى ل 50 دي مرحله النضج الكامل بقى، تمام. هنا المفروض يبقى فيه هدوء وحكمه وتوجيه وكمان احتواء، مش مرحله اثبات ذات ولا استعراض ولا تجارب فاشله ولا خطوات غير محسوبه. اللي معاش المراحل اللي فاتت صح بيحاول هنا يعوض المراحل اللي فاتت دي لو كان نضج كفايه وفهم كفايه، وغالبا لو ما اتعلمش في اللي فات غالبا هيعوض غلط وهيفضل مكمل غلط في بقيه عمره. الحقيقه بقى اللي لازم نواجهها كلنا ان معظم وجع الناس مش من قله الفرص، لكن دايما من سوء اختيار التوقيت. جواز بدري قوي بيساوي طلاق بدري قوي. طبعا مش في كل الحالات الا من رحم ربي، بس بتكلم في المعظم او في الغالب. خلفه قبل الاستعداد، للاسف اطفال بنأذيها بنفس الوجه بايدينا. ضغط على النفس في سن غلط بيساوي احتراق بدري للنفس وللذات. ربنا ما خلقش التدرج عبث وما خلقش العمر مراحل من غير معنى. عيش مرحلتك بعد اذنك واستمتع بيها كويس قوي، ما تستعجلش على اللي قبل اوانه. كل حاجه حلوه ليها وقتها، واللي يستنى التوقيت الصح بيوصل من غير ما بيكسر نفسه ولا يكسر اللي حواليه. افتكر دايما مش كل اللي اتاخر فشل، ومش كل اللي استعجل سبب. تمام. لو حسيت ان الحلقه دي فعلا بتلمس واقع ووصلها لحد محتاج يسمعها في وقته الصح، ويا رب بالتوفيق لكم جميعا في جميع المراحل، واشوفكم دايما على خير ويحسن اختياراتكم. والسلام عليكم.